كلمتين لازم تعرفهم لكل طالب ثانوية عامة أو أي طالب عموما أو أي شخص بيدرس، إن الدراسة صعبة. كل حاجة صعبة، مفيش حاجة سهلة. ومش تسمع على كلام الناس، تمام؟ لأن كلام الناس ولا هيقدم قدام ولا هيجيب ورا، هو هيحبطك بس مش أكتر. فودانك مش تتملك كلام الناس. أولا خلي ثقتك بربنا كبيرة. ثانيا اشتغل على نفسك، لأن شغلك على نفسك هو اللي هيخليك قدام. وزي ما قلنا، إذا استثمرت في نفسك زادت قيمتك. يعني لما تستثمر في نفسك بتعليم أي حاجة قيمتك هتزيد. وده اللي احنا عايزينه، ان انت قيمتك تزيد، وبالمقابل هدمن تتعلم عشان تكون حاجة كويسة. كل الفكرة ان انت تستغل الفرصة اللي في ايدك. مش كل اللي في ثانوية عامة هيجيب له درجات، مش كل اللي في ثانوية عامة هيوصلوا لحلم، ولكن فكرة انت حاولت ويكفيك شرف المحاولة. انت حاولت وسعيت واجتهد على نفسك. التقدير دي بتاع ربنا مش بتاعك انت. انا كان نفسي ادخل طب بشري مثلا ودخلت طب بيطري، هل زعلت؟ هل نططت؟ لا، وربنا جاب كده، خلاص الحمد لله. ابدأ اشتغل في المجال ده وطور من نفسك علشان تبقى من الناس الأوائل في المجال ده. دي كل الفكرة في الموضوع، ان انت تشتغل والمقابل ده بتاع ربنا مش بتاعك انت. فانت لازم ترضى بما قسم الله لك. سواء بقى انت تتعب على نفسك علشان الثانوية مش سهلة، دي فرصة انت اكتسبتها. كان في مليون واحد قبليك مش عارفوا يكتسبوا الفرصة دي، فدي فرصة عظيمة في ايدك. لازم تغتنمها كده وتقول دي فرصتي اللي انا هثبت نفسي بيها، هتحمل المسؤولية. دي حاجة من الحاجات العظيمة اللي انت هتبدأ تتعلم فيها تحمل مسؤولية، تتعلم فيها تعتمد على نفسك، تتعلم فيها حاجات جدا. هي فرصة عظيمة، استثمرها. لو مش هتستثمرها في نتيجة، استثمرها اللي انت تطلع منها بحياتك كويسة هتستمر معاك فترة الجامعة. وبكده يكون خلصت كلامي. خلاص كده الحمد لله. مش عايز اقول حاجة تاني عشان مش هطول عليكم، بس يلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش تنسى بقى تشترك في القناة وتظبط الدنيا.